في الوقت اللي بين سنة 1945 ل 1962 أمريكا عملت 331 اختبار نووي، ولحد يومنا ده الحكومة الأمريكية بتنكر إن التجارب دي والغبار الذري اللي طلع منها ما كانش ليهم أي آثار جانبية. وفي صحراء نيو مكسيكو بيكون في عمال ومعاهم الجهاز اللي بيقيس حجم الإشعاع النووي، وهم شغالين بيهجم عليهم شخص شكله غريب وبيقتلهم كلهم وبيربطهم في العربية وبيمشي. وبعد الحادثة دي وفي محطة هيفن اللي وسط الصحراء بيكون نايم صاحب المحطة وبيسمع صوت وبيطلع يشوف فيه ايه، لكن مش بيلاقي حد، وبيفضل ماشي لحد ما بيروح لنفق تحت الأرض وبينادم على كذا اسم ولكن محدش بيكون موجود. ولما بيرجع للمحطة بيلاقي شنطة قدام الباب، ولما بيشوفها بيعلي صوته ويزعق ويقول أنا قلت لكم مش هقدر أساعدكم تاني. ولما بيهدى بياخد الشنطة ويدخل جوه، وبنشوف إن الشنطة فيها مجوهرات وكمان في علبة فيها ودن بني آدم، وهو قاعد بيسمع صوت زمارة عربية. ولما بيطلع بيلاقي العيلة اللي هنكمل معاهم الفيلم، واسمائهم هما الأب اسمه بيج بوب وكان شغال محقق في الشرطة، والأم إيسل، والابن بوب بس، يعني أبوه اسمه بيج بوب وهو اسمه بوب بس يعني، والبنت الصغيرة بريندا، وأختها الكبيرة لين، وجوز لين دوج، وبنتهم كاثرين. لما بينزلوا في الاستراحة بنعرف إن النهاردة عيد جواز الأب والأم ال25 وهم رايحين كاليفورنيا علشان يحتفلوا بيه، بس قرروا إن هم يروحوا عن طريق الصحراء. ولما بريندا وبوب بينزلوا يتمشوا بوب بيروح الحمام، وهو في الحمام بيشوف إن حد بيبص عليه، ولما بيطلع مش بيلاقي حد واقف قريب من الحمام، وبيلاقي إن حد بيسرق الجاكيت الأحمر بتاع بوب من العربية. ودوج بيحاول إنه يتصل بحد ولكن مش بيلاقي أي إشارة. هم واقفين كلب من الكلبين اللي معاهم بينزل ويطلع يجري على المحطة، وبتدخل لين علشان خاطر تجيبه. ولما بتدخل بتشوف الشنطة وبتبص على اللي جواها، وبعد ما بتاخد الكلب وهي ماشيه بيقابلها صاحب المحطه وبيتكلم معاها، ولما بتمشي بيبص على الشنطه وبيعرف انها شافت اللي فيها. هاخد بس هنا فلاش باك بسيط واقول ان بيج بوب كان بياخد اتجاهات او بيعرف طرق من صاحب المحطه، لان بيج بوب اول مره يجي هنا. نرجع تاني، ولما عمل المحطه بيشوف ان لين شافت اللي في الشنطه، بيطلع لابوها ويقول له ان في طريق مختصر وهيختصر عليك ساعتين مثلا، وبيشرح له الطريق. وفعلا بيمشوا في الطريق ده، وهما ماشيين بيمشوا على حاجه كده بتفرع كاوتشات العربيه وبيعملوا حادثه. ولما الباب بيفتح الكلاب بتطلع تجري، وبوب بيروح وراهم علشان يجيب الكلاب، والمكان اللي هم فيه مفهوش اي ارسال. وبوب بيجيب الكلاب، بنشوف ان في حد بيراقبه من فوق التل، بس احنا بس بنشوف محدش من الابطال بياخد باله. وبعد كده بيج بوب بيطلع الاسلحه اللي معاه للاحتياط يعني، وبيدي سلاح لابنه بوب، وبيتفقوا ان بيج بوب هيرجع للمحطه يحاول انه يتصل بعربيه تيجي تسحبهم من مكانهم، ودوج هيمشي في الاتجاه التاني ويحاول يشوف مساعده، وبوب الصغير هيقعد مع الاسره عند العربيه. ولما كل واحد بيمشي الاسره بتكون قاعده والكلب بيطلع يجري، وكالعاده بوب بيطلع يجري وراه بس الكلب تاه منه. وبوب وسط الجبل بنلاقي ان البت اللي سرقت منه الجاكيت الاحمر واقفه فوق وبتراقبه. وبعد كده بوب بيلاقي الكلب مقتول ومرمي على الارض وبطنه متفرغه. بوب بيخاف ويطلع يجري، وهو بيجري بيقع وبيغمى عليه، وهو مغمى عليه بتيجي جنبه البنت اللي سرقت الجاكيت واسمها روبي، وهي قاعده قدامه بتلاقي واحد تبعها واقف فوق وبياكل اجزاء من الكلب. ودوج ماشي بيلاقي مكان كبير مليان عربيات وبيكون مش فاهم ايه اللي جاب كل ده هنا. ولما الليل بيجي بيكون بيج بوب وصل للمحطه وبيدخل جوه ومش بيلاقي حد، وبيحاول يرن على اي حد ولكن التليفون مفهوش اي خدمه. وهو بيقلب في المكان بيشوف الشنطه وبيلاقي فيها الود، فبيحس بالخطر وبيطلع السلاح بتاعه علشان لو حصل اي حاجه. بيدخل اوضه نوم صاحب المحطه وبيلاقي على الحيطه ورق بيحكي فيه كل اللي حصل، وليه في ناس وشها مشوح عايشه معاهم. الورق بيقول ان عمال المناجم ما رضوش يطلعوا من ارضهم بسبب التجارب النوويه، والحكومه عملت التجارب النوويه وهم في المناجم، ومن ساعتها كل الاجنه حصل لها تشوه وهي في رحم امهاتها. ويطلع بيج بوب وبيحاول ياخد عربيه صاحب المحطه، وقبل ما يمشي بيسمع صوت راجل جاي من الحمام وبيقول انه مسلح، لان الراجل ده كان فاكر ان في حد تاني هو اللي جاي مش بيج بوب. والراجل بيقول انه عمل كل اللي يقدر عليه وبعد كده بينتحر. وبيج بوب بيسمع صوت بس هو مش عارف مصدره، وبيحاول انه يضرب نار علشان يخوف اللي بيعمل الصوت ده. وبعد كده بيركب العربيه وبيحاول يهرب، ولكن بيكون الشخص موجود اساسا في العربيه وبيضربه وبياخده على المنجم، وبيفضل بوب مغمى عليه مكانه، وبتكون روبي قاعده جنبه لحد ما بتيجي بريندا علشان تدور على اخوها. ولما بتلاقيه بتاخده على العربيه، وبوب مش بيرضى يقول لحد ان الكلب مات علشان ما يخوفش الناس اللي معاه. وبيسمع صوت بره، ولما بياخد السلاح ويطلع يشوف في ايه بيلاقي ان اللي بره ده دوج، وجايب معاه سناره لقاها في عربيه من العربيات، ويقول لهم ان الطريق ده مسدود بعد 8 كيلومتر. وعرفوا ان الراجل صاحب المحطه كان بيكذب عليهم لان ده طريق مسدود مش طريق مختصر. بوب بيطلب من دوج ان كلهم يناموا في مكان واحد علشان هو فاهم اللي بيحصل بره وخايف ومحدش غيره فاهم اي حاجه. فجوز اخته اللي هو دوج بيرفض وبيطلع ينام هو ومراته في العربيه الثانيه، وبوب بيحاول يقول لدوج على اللي حصل ولكن مش بيقول. ودوج بيطمنه لان هو فاكر ان هو خايف على ابوه من الافاعي والحيوانات اللي موجوده في الصحراء، وبيقول له ان لو ابوك ما جايش لحد منتصف الليل هنروح ندور عليه. وبريندا بتكون نايمه وحاطه السماعات في ودانها. بوب بيسمع صوت الكلب الثاني اللي معاهم وبيطلع علشان يشوف في ايه، وبعد
وبعد ما بيطلع بوب من العربيه بيدخل واحد من الناس اللي عايزين يقتلوهم وبيحاول انه يعتدي على بريندا، بس مفيش حد بيكون سامع صوتها. وبوب بعد ما بيفضل يدور على الكلب بيخاف ويطلع يجري على دوج علشان يحكي له على اللي شافه. ولما دوج واخته مش بيصدقوه بيقول لهم على اللي شافه، ان الكلب مات وحد طلع احشائه من مكانها. ودوج بيروح معاه فعلا، وهما ماشيين بيشوفوا نار مولعه، بيشوفوا ان اللي بيتحرق هناك ده هو بيج بوب. فدوج بيطلع يجري يجيب طفايه الحريق من العربيه اللي فيها بريندا، ولكن مش بيبص عليها، وبيروحوا علشان يطفوا. واول ما دوج بيمشي بيجي واحد تاني وبيدخل العربيه اللي فيها بريندا وبيضرب الراجل اللي عايز يعتدي عليها، وبيحاول ان هو اللي يعتدي عليها، والراجل بيتجنن وبيفضل ماشي يخبط في العربيه، بس بينبسط لما بيشوف الطفله. ودي لما بتسمع صوت زعاق جاي من العربيه بتطلع تجري على العربيه، ولما بتخش جوه الراجل بيهددها انها لو ما سكتتش هيقتل بنتها. وانا هنهي المشهد على كده، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم يعني. ولما الام بتدخل عليهم الراجل بيضربها بالنار، ووقتها بره بيكون بوب رايح ينتقم منهم بسبب ان هم ولعوا ابوه، بس هو ماشي بيسمع صوت الرصاص فبيعرف مكانهم وبيطلع يجري على العربيه. وبيكون الراجل اللي في العربيه هيقتل بريندا، فاختها لين بتضربه بحاجه في رجليه، فبيسيب بريندا وبيضرب لين بالنار في دماغها وياخد بريندا ويطلعوا بره. لكن لما بيشوفوا ان اخوها وجوز اختها جايين بيسيبوها ويقولوا لها هنرجع لك تاني، وبيطلعوا يجروا. ولما بيدخل دوج العربيه بيلاقي ان مراته وامها ماتوا وكمان بنته اتخطفت، وبيكون في واحد بيراقبهم من بعيد، ولكن الكلب اللي اسمه بيست بيقوم معاه بالواجب. وبعد شويه بيكون بوب عايز يروح ينتقم من الناس دي، فدوج بيقول له ان ما ينفعش نروح من غير خطه، احنا في ارضهم. وهم واقفين بيسمعوا صوت جاي من بره، الصوت ده بيكون جاي من الجثه اللي الكلب كلها وجابها معاه. الجثه دي كانت فيها لاسلكي، فبياخد دوج جهاز اللاسلكي وبيقول لهم رجعوا لي بنتي، وبيسمع صوت بنته وهي بتعيط، وبتيجي في دماغه خطه. ولما بيصحى الصبح دوج بياخد الكلب علشان يعرف طريق الناس دي، وبيروح وهو معاه عصايه بس، ويدخل بالكلب النفق او المنجم اللي ظهر في اول الفيلم. ولما بيطلع منه من الناحيه الثانيه بيلاقي ان في قريه تحت التلال، وفي الوقت ده بيكون بوب بيحوط المكان اللي هم قاعدين فيه بخيط الصيد اللي كان في الصناره اللي دوج لقاها. والخيط ده معمول علشان يبقوا عارفين لو في حد قرب منهم الخيط ده هيتشد والصناره هتتحرك وهم هياخدوا بالهم. ولما دوج بيوصل القريه بيعرف مكان بنته، ولكن قبل ما بيدخل لها بيلاقي واحد طالع من نفس المكان وكان هياخد باله منهم، ولكن دوج هرب. وبعد كده خبى الكلب بتاعه في العربيه علشان يعرف يتحرك براحته، وبيدخل دوج وبياخد بنته، ولكن هو ماشي بيجي واحد ويضربه ودوج بيفقد الوعي. بوب واخته بريندا بيكونوا بينقلوا جثث امهم واختهم على العربيه الثانيه علشان هيجهزوا فخ في العربيه الاولى. وبيصحى دوج بيلاقي نفسه في ثلاجه وسط بواقي جثث واطراف بني ادمين، بس مع المحاوله بيعرف يطلع نفسه، وكمان الكلب بيكون هرب من العربيه. ولما بيطلع دوج بيلاقي راجل تحس ان هو كبير الناس دي، وبيروح يساله عن بنته لانها اختفت. وهو بيكلم الراجل ده بيدخل عليهم واحد ودوج بيهرب منه، وبعد شويه الراجل ده فعلا مسك دوج وكان لسه هيقتله، بس الكلب جه ونقذه. وبيهرب دوج ويخش على الحمام وبيقفل الباب بالبانيو، وكان فاكر ان كده خلاص الدنيا امان، بس الراجل بيدخل له من الحيطه وبيضرب دوج وبيرميه بعيد. وبعد كده دوج كان هيضربه بالعصايه اللي معاه، ولكن الراجل ده قطع له العصايه او قسمها له يعني، فدوج حط باقي العصايه في بطنه، ولكن الراجل ده شالها عادي وضرب بيها دوج، وفضل يرمي دوج من حته للتانيه. وبسبب الضربه اللي خدها دوج دي ما بقاش مستوعب، فالراجل نزل بالبلطه على صوابع دوج وطيرها من مكانها، ودوج بيستخبى تحت الترابيزه، ولكن الراجل مش مبطل وعايز يقتل دوج. وبعد ما بيكسر الترابيزه دوج بيطلع مستسلم وهو معاه مفك، فالراجل بيضحك عليه، ودوج بيحط المفك في رجل الراجل وبيقف وبيجيب علم ويحطه في رقبته وبيكمل عليه بالبلطه اللي معاه. وبعد ما بيطلع بيكون الراجل الغريب اللي دوج شافه اول مره في القريه جاي ومعاه سلاح، وبيكون دوج مستخبي وبيطلع له وبيخلص عليه. والراجل اللي قاعد جوه ده عطى امر لواحد تاني انه يقتل الطفله، وهو قاعد بيجي له الكلب وبيقوم معاه بالواجب وزياده قوي. وبيكون دوج بيدور على الطفله من بيت لبيت ومش عارف هي فين، وبنشوف ان الطفله مع واحده اسمها روبي، وروبي شكلها كده حابه الطفله، وبيدخلوا عليهم الراجل اللي اتامر بقتل الطفله وبيمشي روبي، وبيكون خلاص هيقتل الطفله، ولكن بيلاقي خنزير مكان الطفله وبيعرف ان روبي هي اللي بدلت الطفله وبيزعق. فدوج بيسمع صوته، ولكن وهو رايح المكان ده بيلاقي روبي واخده الطفله وطالعه تجري. وبوب وبريندا قاعدين مع بعض بيلاقوا ان السناره بتتحرك، معنى كده ان في حد دخل المنطقه اللي هم فيها. ولما بيروحوا يشوفوا بيلاقوا كومه قش هي اللي حركت الخيط، ولما بيرجعوا بيلاقي ان جثه امهم اختفت. وبوب بيقول لاخته روح جهزي الفخ بسرعه، وبيطلع يجري هو على اثار الدم بتاعت امه، وبيروح بيلاقي واحد قاعد بياكلها، فبوب بيخاف ويطلع يجري، والراجل ده بيطلع يجري وراه. وبوب بيكون ماشي ناحيه العربيه اللي اخته بتكون بتجهزها، وبيدخل بوب العربيه وبيحط عواد كبريت علشان اول ما الباب يفتح العواد دي تتحك بالمشط اللي تحت، لان الباب بيفتح بجنب مش لبره. هم قاعدين في العربيه الراجل مش بيدخل عليهم، ولكن بيمد ايده من الشباك ويمسك بريندا، وبوب بيساعدها انها تفك نفسها، وبعد كده بيهربوا من العربيه. ولما الراجل بيفك ايده بيدخل العربيه والعربيه بتنفجر، وبيكون دوج طالع يجري ورا روبي علشان ياخد منها الطفل، ولكن الراجل ده بينط عليه من فوق وبيطير السلاح من ايده، وبيفضل يضرب دوج بالبتاعه دي اللي بتفرقع الكاوتشات. وهو بيضرب دوج روبي بتاخد البنت وبتجري، فبيسيب دوج وبيطلع يجري وراها، ولما بيمسكها بيكون دوج خلاص خد السلاح وراح له وبيضربه بظهر السلاح،
وبعد كده بيضربه ب3 طلقات، وبيروح دوج علشان يتاكد ان الراجل ده خلاص مش هيفوق تاني. ولما بيطمن بيسيب السلاح من ايده وبيروح علشان ياخد بنته من روبي. وهم واقفين روبي بتشوف ان الراجل صحي وماسك السلاح، فبتطلع تجري وبترمي نفسها معاه وهما الاتنين بيموتوا. وبوب واخته واقفين بيلاقوا ان الراجل بعد الانفجار ده كله ما ماتش، بس بريندا بتخلص عليه. وبعد كده بيشوفوا دوج وهو جاي ومعاه بنته والكلب، وبيروحوا له ويحضنوا بعض، بس بيكون في واحد بيراقبهم من فوق التله. وبس على كده الحدوته بتخلص. ولو الفيديو عجبك يا ريت تعمل لايك وشير وتكتب رايك في الكومنت، قول لي الفيلم كان حلو ولا وحش، وابقى ادخل خد لفه في القناه واتفرج على الفيديوهات اللي موجوده. ولو القناه عجبتك اعمل سبسكرايب. وبس كده.